السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة؟ واضح؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في هذه الغرفة المباركة، غرفة فرفشة الإسلامية، أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم في الفردوس الأعلى من الجنان، اللهم آمين. أيها الأحبة، سيكون الحديث في هذه الليلة بإذن الله تعالى بشكل مختصر حول وقفات مع شهر رجب، وخاصة أننا في بدايات هذا الشهر العظيم من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. أيها الأحبة، شهر رجب حين يتأمل الإنسان في هذا الاسم رجب، الراء والجيم والباء، رجب طبعا 3 حروف، راء وجيم وباء. الرجب هو أصل يدل على دعم الشيء بشيء وتقويته، يعني مثل ما يقولون يعني شيء يساند شيء حتى يقويه، فيسمى رجب. ومن هذا الباب رجبت الشيء أي عظمته، يعني خليته مع شيء آخر حتى يصبح عظيم ويستند معه، فسمي رجب. لماذا؟ يا جماعة، من يربط بين المعنى اللغوي وسبب تسمية هذا الشهر بهذا الاسم؟ لماذا سموه رجب؟ الرجب في اللغة هو التعظيم، رجبت الشيء أي عظمته، والشهر هذا كانوا يعظمونه في الجاهلية فسمي رجبا. وأتت الشريعة فعظمت هذا الشهر أيضا، فرجب هو من الأشهر المحرمة. والأشهر الحرم ما هي؟ من يذكر لنا الأشهر الحرم؟ هي يا جماعة، عليكم السلام ورحمة الله. هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وقد قال الله عز وجل عن هذه الأشهر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة ذو الحجة محرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الحديث متفق عليه. فشهر رجب هو من الأشهر المحرمة، حتى أن العلماء قالوا أن الذنب في الأشهر الحرم ليس كالذنب في غيره من الأشهر. الذنب في الأشهر الحرم ليس كالذنب في غيره من الأشهر. فالله عز وجل قد نهانا، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم 3 أنواع. الظلم أيها الأحبة 3 أنواع: ظلم بين الإنسان وبين الله، وأعظمه الشرك بالله عز وجل. ولذلك يقول لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم بين الإنسان وبين الناس، ربما تظلم الناس، هذا ظلم. وظلم بينك وبين نفسك،
يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: كما أن المعاصي في البلد الحرام تغلظ، فكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، يحسبون الأشهر الحرم يعني وضعها عادي جدا، يعني مثلها مثل بقية الأشهر. لا، وإنما الأشهر الحرم الله عز وجل نهانا عن ظلم أنفسنا بارتكاب الذنوب والمعاصي، وعن ظلم الناس، وعن أن يكون بينك وبين الله عز وجل ظلم بالشرك، نعوذ بالله من ذلك. فلنعظم ما عظم الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالإنسان حري به أن يتقي الله عز وجل. يا جماعة، لابد أن تكون لنا وقفة مع النفس، لابد أن تكون لنا وقفة مع النفس، وقفة مع هذا القلب، هذا القلب الذي هو بحجم قبضة اليد. إذا أذنب الإنسان ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. ماذا لو كانت النكتة السوداء في وجوه الناس؟ تخيل لو أن إنسان أذنب ذنبا فنكت في وجهه نكتة سوداء، وذنبين نكتتين وثلاثة وأربع وخمس وست وعشر، حتى إذا استيقظ من الصباح وإذا بالناس ينظرون إلى وجهه فيه هذه النكت السوداء. هل يستطيع أحد أن يخرج إلى الناس؟ ما يستطيع. لكن من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل هذه النكت في قلوبنا، ومن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل هناك ما يزيل هذه النكت، وهو عمل السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك كان السلف يقولون، وأظن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: لو كانت للذنوب روائح لما جلس معنا أحد، ما كان أحد يجلس. ونحن في زمن يعني تتقلب فيه الفتن بأشكال وألوان ومغريات وأشياء جذابة ربما تجذب النفس وتجذب الهوى وينجرف معها الإنسان، في غرف صوتية، في تويتر، عبر الشبكة العنكبوتية، في المنتديات، بالبرايفت، في الرسائل الخاصة، في التواصل، في الواتساب وغيرها من الأمور. تتقلب إليك الفتن بأشكال وألوان وصور. فحري المؤمن أن يحذر حين تربي نفسك في شهر رجب على أن تبتعد عن الذنوب والمعاصي، لأنه من الأشهر المحرمة. أنت الآن جالس تربي نفسك وتدرب نفسك وتقلع عن الذنوب وتقلع عن المعاصي، فما يأتيك شعبان إلا وأنت قريب العهد برمضان، فتستحي. أرأيتم لو أن ضيفا سينزل ببيتكم قريبا، لو كلمك واحد من أصدقائك أو كلمكم ناس من أقربائكم قالوا: حنا عندكم الآن 10 دقائق وجايينكم، حنا 10 دقائق وجايينكم، كيف سيكون الاستعداد في المنزل؟ سيكون الاستعداد على يعني بشكل مفاجئ، ويصبح هناك استنفار وتنظيف واستعداد لاستقبالهم وإحضار الأمور. كذلك إذا كان الإنسان في شعبان، ما يدخل شعبان إلا يعني ما بين غمضة عين وانتباهتها ونحن في آخر الشهر، بينما كنا في أول الشهر. ففي شعبان يستعد الإنسان أصلا بلشان كيف يستقبل رمضان. هذا حال من أحيا الله عز وجل قلبه، كيف سيجعل رمضان وكيف يصنع جدول لرمضان وكيف كذا. وتجد الناس مشغولين يرسلون الدعوات لأن يبلغهم الله رمضان، وتجد تبدأ الرسائل عن رمضان وأحكام رمضان، فيبدأ الناس يلتهون في شعبان بأحكام رمضان والرسائل هذه. فعندما يأتينا رجب تكون تربية النفس حتى تكون مستعدة للاستعداد لاستقبال رمضان، مستعدة في رجب للاستعداد في شعبان لاستقبال رمضان. نعم، ولذلك بعضهم يقول رجب كالريح، رجب مثل الريح تسوق السحاب،
وشعبان مثل السحاب، ورمضان كالمطر. فمن لم يزرع في رجب إذا أتى الريح، لأن الريح يبدأ يلقح الأشجار، فمن لم يزرع في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ فحين يتحدث الإنسان عن شهر رجب فإنه حري به أن يحرص على أن يفقه نفسه، ووسائل التفقيه الآن متيسرة والحمد لله. بإمكانك بضغطة زر أن تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ببحث عن أحكام رجب، ببحث في فتاوى رجب، ببحث عن مواضيع رجب. وأنت تبحث الآن في جوجل من موضوع إلى موضوع، أنت الآن تعيش في معية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تنقلك بين هذه المواضيع وهذه المواقع، من الذي قادك؟ من الذي هداك؟ من الذي ساقك؟ الله جل في علاه. من الذي يريد بك الخير؟ الله جل في علاه. من الذي أجلسك في هذا المكان؟ الله عز وجل. من الذي أعطاك سمعا تسمع به ذكر الله؟ الله عز وجل. إذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وشهر رجب وإن كان شهرا معظما فهو كبقية الأشهر. شهر رجب وإن كان شهرا معظما من الأشهر الحرم فهو بالنسبة للعبادات كغيره من الأشهر، لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة. ومعلوم أن فعل العبادة وتخصيصها بمكان أو زمان هذا يحتاج إلى دليل. فتخصيص رجب بصيام أمر لا دليل عليه، فمن اعتاد صياما فعله في رجب وفي غيره. واحد قال والله أنا متعود أصوم الاثنين والخميس، ما في مشكلة، ابقى على صيامك، وهكذا. أو شخص تذكر أن عليه قضاء فأراد أن يصوم، ما في بأس. لكن أن أتقصد الصيام في رجب وأخصه فهذا غير صحيح. وقد ورد في مسند الإمام أحمد يقول أحدهم: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام. عمر بن الخطاب وجد أناس يتقصدون الصيام في رجب، يعني ينتظرون شهر رجب حتى يصومون اعتقادا أن الصيام في رجب يعني له مزية من المزيات، فكانوا يعني يسمونهم المترجبين. فكان يجلدهم عمر، ما في لعب، ما في يمين يسار، الدين واضح. اليوم أكملت لكم دينكم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. حتى قال أحد الصحابة قال: هذا محمد لم تبلى ثيابه وفعلتم ما فعلتم. يوم وجدوا الناس في المسجد معهم الحصى: سبحوا الله 100، سبحان الله سبحان الله، هللوا الله 100، لا إله إلا الله، كبروا الله 100. قال: هذا محمد لم تبلى ثيابه بعد وأحدثتم ما أحدثتم. فكان عمر يجلدهم ويقول لهم: ضعوا أيديكم في الطعام، كلوا، اتركوا هذا الصيام، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ووالدينا ووالديكم، لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة، لم يرد حديث صحيح يصلح للحجة، لم يرد فيه شيء. وبعضهم تجد أنه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ريحنا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل. يعني بعض الأحاديث الضعيفة على الأقل يعني يمشي الحال بالفضائل الأعمال، لكن هذه لا، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. خلاص
ما قفلنا محاضرة انتهت. شيخ الإسلام ابن تيمية أعطانا قاعدة، أعطانا يعني هذه القاعدة ما استخلصها رحمه الله تعالى هكذا العقل، لا، وإنما من سبر المواضيع ونظر في الأحاديث واطلاع وبحث حتى وصل إلى هذا الكلام رحمه الله تعالى. وبعضهم يتقصد العمرة في رجب، وكما يقولون عش رجبا ترى عجبا. وقد دلت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب أصلا. يقول مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا بعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جالس إلى حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسئل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، إحداهن في رجب. يقول: فكرهنا أن نرد عليه. الآن هم يسألون عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر جالس عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والذي دخل عليه مجاهد وعروة بن الزبير. يقولون: فكرهنا أن نرد عليه. عبد الله بن عمر يعني من العلماء والصحابة الأجلة. يقول: فقال عروة بن الزبير: يا أماه يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد أي حاضر معه، وما اعتمر في رجب قط، يعني ما اعتمر في رجب. طبعا بعض العلماء قالوا يعني هذا يدل على أن ابن عمر اشتبه عليه أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهناك من يحتفل بالإسراء والمعراج في شهر رجب، هناك من يحتفل بالإسراء والمعراج في شهر رجب، ولم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، بل اختلف العلماء في تاريخ الإسراء والمعراج على أكثر من 5 أقوال. ولو سلمنا أنه كان في 27 من شهر رجب، فلا يترتب على ذلك تخصيص هذا اليوم أو الليلة بعبادة، حتى لو فرضنا أن المكان هذا لا يكون فيه عبادة. وبعضهم يعني ربما يتعمد أن يذبح ذبيحة. احنا الآن يا جماعة يعني حتى نلخص الأشياء، تكلمنا على أولا تخصيصه بالصيام، رقم 1 الصيام، وذكرنا كلام العلماء وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم تكلمنا على العمرة في شهر رجب، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب قط. كان أهل الجاهلية يذبحون ذبيحة في رجب لأصنامهم، كان أهل الجاهلية يذبحون في رجب ذبيحة لأصنامهم، وهي العتيرة، وقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هذا كان أول النتاج، أول المواليد من بهائمهم أو كذا، كانوا يجعلونه لأصنامهم، أول مولود من نتاجهم كان يجعل لأصنامهم فيذبح. ونادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا في أي شهر كان، اذبحوا في أي شهر كان. فكانوا يذبحون للأصنام العتيرة، كانوا يذبحون للأصنام في رجب العتيرة. فالذبح لا يكون مخصصا في رجب، وإنما من أراد أن يذبح لله عز وجل ذبيحة يتصدق بلحمها أو هكذا، يذبح في أي
في أي شهر كان، ولا يذبح يعني يتقصد الذبح في شهر رجب. هذا الأمر الثالث وهو الذبح. هناك صلاة تسمى بصلاة الرغائب، صلاة الرغائب، وهي عند بعض المبتدعة والجهال تصلى في أول أو آخر جمعة من رجب، تصلى في أول أو آخر جمعة من رجب. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم. والحديث الذي روي في صلاة الرغائب مكذوب بإجماع أهل المعرفة بالحديث. وصلاة الرغائب يقول النووي رحمه الله تعالى الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب 12 ركعة، 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، ليلة أول جمعة في رجب. وفي صلاة ثانية اللي هي في شعبان، اللي هي صلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، ما شاء الله. قال شيخ الإسلام قال النووي رحمه الله تعالى وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان، الصلاتين هاتين. فهذه أيضا من الأمور التي ربما تمر على الإنسان وهو يقرأ في رجب أو كذا فيقرأ صلاة الرغائب، صلاة الرغائب، فليتنبه إلى مثل هذا، فهي بدعة وفعل منكر والأحاديث فيها مكذوبة، والأحاديث فيها مكذوبة. وهناك من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها الإنسان، طبعا هذا الأمر الرابع انتهينا منه وهو صلاة الرغائب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول حين سئل عن رجب وكان يتحدث عن رجب وذكر أنه يعني أحد الأشهر الأربعة الحرم، وقد ورد في هذا الشهر صلوات وأذكار لكنها ضعيفة لا تثبت بها حجة ولا تثبت بها سنة. وإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول هذا شهر محرم سأزيد فيه من صلاتي وسأزيد فيه من ذكري وأزيد فيه من صيامي. طيب ليش؟ ايش رايكم يا جماعة؟ الآن أليس شهر رجب شهر محرم يعظم فيه الذنب ويعظم فيه الثواب؟ لو جاء واحد وقال أنا أريد أن أجتهد في شهر رجب، أزيد من الذكر، أزيد من الصلاة، أزيد من كذا، هل يجوز ذلك؟ قال مثلا أنا ما كنت أقوم الليل لكن دامني في شهر رجب وهو شهر محرم إذن سأحرص على أن أقوم الليل. أنا ما كنت أصوم الاثنين والخميس سأحرص على أن أصوم الاثنين والخميس، وهكذا يزيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يجوز أن يقول الإنسان هذا شهر محرم سأزيد فيه من صلاتي، سأزيد من ذكري، سأزيد فيه من صيامي أو ما أشبه ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الشهر، النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الشهر ولم يزد فيه، فليس من حقنا أن نزيد فيه، بل قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا ألا نخص شهر رجب إلا بما خصه الله به ورسوله، أنه شهر محرم يتأكد فيه اجتناب المحرمات، أنه لا يحل فيه القتال مع الكفار،
فينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا استشكل عليه شيء أو التبس عليه أمر أو سمع بمعلومة فلا بد له أن يسأل. والأسئلة الآن بحمد الله يعني متاحة. هناك مواقع أهل العلم الموثوقين ومواقع الفتية الموثوقة، يضع الإنسان سؤاله ومن الغد أو بعد غد يجد الجواب. وهناك من الأحاديث التي تنتشر: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا، هذا الدعاء الذي ينتشر: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ينهى عن صيام رجب كله لأنه لا يتخذ عيدا. فشهر رجب كبقية الشهور لم يثبت في خصوصه فضل. يعني هذا الآن يعني زبدة كلامنا ونهاية حديثنا. شهر رجب كبقية الشهور لم يثبت في خصوصه فضل، ولا في الصلاة فيه أو الصيام أو العمرة وغيرها، والأحاديث الواردة فيه غير صحيحة. أيها الأحبة، كانت هذه بعض الوقفات اليسيرات حول الأحكام أو بعض الأمور المتعلقة في شهر رجب. ومن أراد الاستزادة فهناك المواقع العلماء والمواقع الإسلامية التي يعني تكلمت بشكل كثير وكبير جدا عن مثل هذه المناسبة. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا من لدنه مقبولا، ونسأله بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وألا يفرق هذه الوجوه الطيبة المباركة إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وعلى تنسيق هذه الكلمة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.